السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم معايا في القناة. واليوم مع طبق خفيف بنين بزاف من كثرة اللي عجبنا بزاف وجا بنين. بغات ماما تشاركه معكم. والطبق هو الحوت بالبطاطا. شكون اللي ما يبغيش الحوت وسيرتو كي هذاك المجمر والمقلي، خاطر الحوت يجي بنين غير وهو مقلي. اما كي يكون بلا مع البطاطا، شغل الحوت مع البطاطا، ما يجيش بنين كيما هذيك البنه تاع القالي. اما لهنايا في هذه الوصفه درتها لكم ماما بطريقه شابه بزاف، يجي مجمر طايب في الفور مع البطاطا، والحوت تحسب مقلي فيه ديك البنه تاع القالي وهو ماهوش مقلي. وباش ما نطولش عليكم بزاف خليكم مع الوصفه. هنايا كان عندها الحبات تاع الحوت، جبتهم قلعت الراس الحواشي لداخل، نقاتهم مليح مليح، غسلتهم في الماء وصفيتهم من الماء مليح. من بعد جبتهم ريسيبيون، درت فيهم قاع دوك الحوت، ودارت عليهم مغرف صغيرة ملح، مغرف صغيرة كمون، مغرف صغيرة حبة كحلة ولا فلفل أسود، مغرف صغيرة فلفل أحمر، وسنة تاع توم 2 مرابي. وهنايا كاس نتاع زيت، كاس صغير تاع زيت. دخلت هذيك قاع التتبيلة في الحوت من داخل ومن برا، دخلتها مليح. ولهنايا نعتذروا على غياب ماما في الفيديو صوتا وليس صورة، خاطر هي مريضة شوية وما قدرتش تهدر، انا جيت نهدر في بلاصتها. من بعد هنايا جبت المول ودرت الحبات تاع الحوت فيه، لما تبلتهم مليح مليح. راه يبان في الفيديو. هنايا كي كملت كاع الحبات نتاع الحوت، زدت عليهم هذيك التتبيله اللي بقات في الريسيبيون باش يديروا شويه، باش يديروا لاصوص في الحبات تاع الحوت. ومن بعد دخلتهم للفور. كملنا هنا مع الحوت، ومن بعد جبت البطاطا، قطعتها دوائر صغيرة، وهنا الكمية على حسب أفراد العائلة. زادت عليها التوابل كيما تاع قبيل، زدنا عليهم برك مغرف صغيرة طوماط كونسونطري، ومكعبات جامبو تاع الحوت اذا متوفر، اذا مشي متوفر العادي نتاع الخروف ولا الدجاج. وهنايا زيت طوماط رابي 2 حبات، ودخلت كاع هذوك التوابل مع بعضهم في الحبات تاع البطاطا. وهنايا جبت الكيكوطة باش دير البطاطا فيها وطيبها نص طياب. هنايا زدت معاهم حبة تاع حوت باش تعطي البنة نتاع الحوت في البطاطا نتاعنا. كما قلت لكم بلعت عليها شوية نص طياب. وهنايا كانت خرجت الحبة تاع الحوت من الفور بعد ما طابوا. شوفوا هنا شكلهم راهي شهي، صراحة جات وصفة رائعة وبنينة بزاف بزاف. شكلها يتبان. وهنايا كي كملنا هذيك البطاطا وطابت نص طياب، درجناها، استفناها في البلان تاع الكوشه. هنا زمان كانوا يديروا البطاطا مع الحوت يديروها كاع مع بعضها، اما ما تجيش بنينه كيما يجي الحوت بنين وهو مقلي. شوفوا. وهنايا كي كملت صدفتها في كاع البلا. من بعد زادت عليها لاصوص نتاع الحوت. يمين زدت عليها لاصوص تاع الحوت اللي كانت طيبتها قبل، هكا باش تجي فيهم البنه تاع الحوت في البطاطا وما تجيش مفروزه البطاطا على البنه تاع الحوت. ومن بعد تاني هي دخلتها في الكوشه برك باش تحمرت وتجمرت، دات هذاك اللون الذهبي وخرجتها. وهنايا قدمتها في طبق التقديم، مع الحبات تاع الحوت. صراحة جات تشهي بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوها وتذوقوا بنتها. انا نخليكم مع الفيديو.
وشهية طيبة للجميع. نتمنى أنكم تجربوها وتشاركونا آراءكم في التعليقات. وفي الأخير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى الملتقى في وصفات أخرى خفيفة إن شاء الله كيما هذه. وما تنسوناش بالدعم والاشتراك باش نواصلوا للأمام إن شاء الله. وإلى اللقاء.